بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهاردة هنعمل تفريزة توم. انا جبت من السوق كيلو بصل، معلش كيلو توم. كيلو توم عشان التوم مش بستخدمه كتير. تمام. هبتدي افرزه معاكم واقول لكم رأيي فيه في الاخر. عجبني ولا لا، لان اول مرة افرزه بالطريقة دي. تمام. انا هقطع كده بقى الحتة اللي هي بتبقى يعني اللي هي الطويلة دي اللي احنا مش عايزينها. هقطعها وهبتدي بقى اجيب السكينة واحفر كده من الجوانب في النص لجوه. فاهميني ازاي؟ لحد ما الحتة اللي فيها الطينة دي تطلع اهي كده. تمام. نضفتها خالص اهي. القشر بقى دوت اللي هو النظيف ده ممكن تعملي منه التوم البودر. طريقته هتبقى بعد ما بنطلع القشر دوت بنحطه في صاج كده وبعدين بنحطه في الفرن، ولما بينشف خالص يعني بنكرمشه كده او يعني ايه، مش لاقيه الكلمه اللي المفروض اقولها الصراحه. آه يعني بنهرسه كده، بس هي مش بنهرسه، انتوا عارفين قصدي، يعني انتوا فاهميني صح. وبعد كده بيبقى خلاص ناشف جدا ولما بتفركيه تفركيه زي الملوخيه الناشفه كده. بتطحنيه بقى في الكب عشان يبقى ناعم جدا جدا زي التوم البودر بالظبط، واحلى لان ده طبيعي بقى ومفهوش اي حاجه خارجيه، اي توابل تانية، اي اضافه تانية. بيبقى طبيعي في البيت فبيبقى تحفه الصراحه. انا كده فصصت بقى الراس الاولى وحطيتها في الكبه. وعايزه اقول لكم على حاجه، لازم الكبه تبقى قويه جدا 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 عشان تفرم التوم حلو قوي. انا المفروض اول ما جبته كنت عملته على طول، بس انا اول ما جبته صراحه حطيته في الشمس عشان ينشف. وبعد ما يعني حتى تشوفوا الطروف بتاعته ناشفه شويه. بعد ما حطيته قلت لا، طب انا هخزنه بدل ما يفضي، لان المفروض الشمس بتنشفه، بتخليه يفضي من جوه، يبقى فاضي بعد كده يعني بدري. تمام. فانا المفروض كنت عملته طري، اول ما جه كان اخضر خالص وكان احلى. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انا عملتها غلط، ان انا نشفته شويه. هو المفروض لا، ما كانش اتنشف، كان هو طري خالص كده. القشره بتاعته طريه جدا جدا. بص، هو من جوه طري لكن من بره بدأ يكون اللي هي الطبقه الناشفه شويه. فبقول لكم برضو الحاجة اللي انا استخدمتها ولقيتها مش تمام، وعرفتكم قبل كده اي حاجة هجربها والاقيها مش تمام هقول لكم لا ما تجربوهاش، والحاجة اللي الاقيها تمام هقول لكم جربوها تمام وعلى ضمانتي. تمام. فانا قلت بقى افرزه كده، اجرب يعني افرزه المرة ديت واشوف. آه، هو ده كيلو واحد، يعني انا مش جايبه كتير، هو كيلو واحد وكان حلو قوي يعني. انا بستخدمش التوم كتير عامه يعني. تمام. بصوا حتى تلاحظوا ان القشر بتاعه بصوا ناشف كتير، لا هو لما بيبقى طري بيبقى احسن. اللي عايزه بقى تفرز دلوقتي والثوم اخضر كده تمام، او اللي عايزه تجيب توم بقى والثوم دلوقتي برضو سعره حلو خالص تجيب، عشان الثوم ان شاء الله هيغلى برضو، عشان هو قليل في السوق مش كتير. لما بتبقى الحاجة قليلة في السوق سعرها بيزيد. هي بتتشال معايا يعني بسهولة جدا، مش صعبة ولا اي حاجة خالص. بس هو العيب الوحيد بس ان انا سبته شوية في الشمس، يعني كذا يوم، يعني انا سبته كذا يوم. فالطبقة اللي بره دي نشفت. لا المفروض كانت تبقى يعني زي ما جه، والعروق بتاعتها اللي هي الطويلة خالص ديت بتاعة التوم المفروض تبقى خضرة خالص زي ما هم، زي ما كانوا جايين اول يوم يعني. بس انا زي ما قلت لكم سبتها في الشمس فايه نشفت. بس ايه، ادينا بنتعلم برضو، طول ما احنا عايشين بنتعلم. انا فصصت الكيلو كله، وكنت انا مستخدمه من راس التوم يعني. مستخدمه منها كام فص كده، والباقي يعني سايباه. تمام. بقيت الراس يعني.
هجيبها برضو واحطها عليها دلوقتي على الكيلو دوت، عشان ايه؟ يبقى كله ما يبقاش عندي بقى فصوص، يبقى كله مفروم. بس انا بقى هقول لكم على حاجه دلوقتي، بس خليكم معايا. انا بحب الثوم تبقى الفصوص الكبيره، بحبش الفصوص الصغيره ابدا، مع ان الفصوص الصغيره اللي انا اسمعه يعني او اعرفه ان بتبقى هو ده البلدي او الحلو او كده، بس انا والله الصغيره بالنسبه لي بتبقى تفصيصها صعب. ف في طريقه حلوه قوي قوي برضو للثوم دي، انا بقى جربتها قبل كده. ايه هي الطريقه؟ بجيب ازازه تكون فاضيه وبحط فيها الثوم، ازازه عاديه خالص، ازازه بلاستيك بتاعه الميه، تمام. بحط فيها الثوم وبعد كده بقفلها كويس وبحطها في الفريزر زي ما هي كده، وبطلع منها كذا فص اللي انا عايزاه ساعتها، وافرمه ساعتها على طول. اقطعه يعني على البلانشه كده، لو مثلا مكرونه، لو اي حاجه، ملوخيه، الحاجات دي بتبقى محتاجه توم. هي دي الراس اللي كنت بقولك عليها، الباقيه خدت منها كذا فص وكانت باقيه، هعملها برضو معاها. بعد ما حطيتهم الاول زي ما قلت لكم، الطريقه التانية ديت حلوه قوي قوي قوي، انا جربتها بتاعه الازازه. تحطيها في الفريزر وتطلعي وقت ما انت عايزه، تقعد معاكي من السنه للسنه، ولا يفضي بقى ولا غير طعم ولا اي حاجه، يبقى تحفه. الطريقه دي بقى اول مره اجربها، اللي هي في الكبه دي. بصوا انا لقيتها كتيره جدا الصراحه على الكبه. بصوا الكبه مليانه ازاي. قلت يعني مش هيفرموا كويس، حسيت ان هيبقى كتير قوي. حاولت بقى ان انا افضي منه شويه. انا كده بس هنضف الرخامه مكان التوم اللي هو ناشف ده، او القشر بتاع التوم الناشف. هفضيه في الباسكت وهنكمل مع بعض. زي ما قلت لكم بقى، حسيت ان هو كتير على الكبه، ف نقصت منه شويه وعملت، يعني انا نقصت منه شويه على جنب، شلت منه شويه من الكبه وعملت شويه بقى في الكبه. شويه اللي انا هعملهم دول هم دول اللي انتوا هتشوفوهم، تمام. ده القشر بقى بتاع الثوم. بصوا نضيفه ابيض حلو ازاي، بس طبعا بيبقى عايز كميه عشان تطلعي شويه حلوين، اللي هو الثوم البودر يعني. انا بس بوريهولكم، لكن انا كده كده مش هعمله، لان دول مش هيعملوا لي حاجه، عشان هو كيلو بيطلع حاجه بسيطه جدا جدا، تمام. انا بقى كده رحت افرمه. ده البرطمان اللي انا هحط فيه، لازم أن يكون برطمان ليه غطا، وتعرفي يعني يتقفل كويس عشان ما يطلعش ريحه مع على الاكل بتاع اللي في الفريزر. بصوا هو حلو كل حاجه، بس ما عجبنيش زي لازم الكبه زي ما قلت لكم تبقى قويه جدا جدا عشان تفرمه حلو قوي. بس الصراحه ما عجبنيش زي التاني اللي انا بقول لكم عليه. اللي حابب يعمله تمام، بس لازم الكبه تكون قويه جدا 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 جدا. انا هحطه كده اهو في البرطمان، اي برطمان عندك يكون نضيف وغسله كويس ومتعقم وكل حاجه. وتطلعي بقى تاخدي منه، تحطيه في الفريزر وتطلعي تاخدي منه في اي وقت بقى بالمعلقه زي ما انت عايزه. لما ابتدي بقى اجيب كل الجوانب والحاجات اللي تحت، بس انا لما بفرمه على البلانشه بيبقى انعم من كده، يعني انعم من كده كمان بكتير. وبرضو هجربه في الاكل واقول لكم حلو ولا فيه زي الشعارات بتاعه التوم دي عارفينها، تمام. انا كده بقى حاولت احط كله في البرطمان. عملت بقى شويه دول وخليت الباقي فصوص بقى زي ما هو، قلت خلاص انا فصصته، خليه فصوص زي ما هو. لما احس ان هو خلاص هيفضي او كده هيبوظ مني، هقوم حاطاه في الازاز زي ما قلت لكم، وحطاه في الفريزر ومطلعه منه بقى وقت ما انا عايزه. بيبقى حلو قوي قوي الصراحه. عايزه اقول لكم ان ريحه الكبه بقى كانت توم جدا، نقعتها كويس جدا جدا في البريل كذا مره لحد ما ريحه التوم راحت خالص. ريحه التوم كانت صعبه قوي، تمام. انا كده اهو خلصته، اوريكم اهو اتعجن كويس جدا. بصوا دي فراغات هوا، لازم فراغات الهوا دي يعني تتفضى، تنزلي بقى بالمعلقه كده لتحت. انا كده هجيب المعلقه وهحاول انزله كده لتحت عشان ما يبقاش فيه فراغات هوا من تحت، يعني فاهميني اهو زي ما انتوا كده شايفين. زي ما قلت لكم هجربه في الاكل واقول لكم رايي فيه.
عشان برضو اللي عايزة تخزن او كده تبقى بتخزن وهي تمام الدنيا يعني ظابطة معاها ومضمونة، يعني ان شاء الله ما يبقاش في حاجة ايه لا قدر الله بايظة، لان احنا مش ناقصين خسارة. بس وانا كده بقى خلصته خلاص، وهغطيه واحطه في الفريزر واخد منه بقى زي ما انا عايزة. متنسوش يا حلوين اللايك وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. كومنت حلو منك بقى. بس وكده الثوم المفروم كان معانا جاهز. يلا اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.